البامية يا ستي مو بس أكلة، هاي حكاية من حكايات البيوت الشامية. بتحسي حالك رجعتي لبيت أمك وكل تقليبة بالطنجرة كأنها نبضة حب عم تنطبخ على نار هادية. بامية مو طبخة عالسريع، البامية إلها طقوسها بتبدأ ببسم الله وبتنتهي بصحتين وهنا. حنبلش سوا. بلشنا بالبامية تقميعة ناعمة، بتدخل المقلاية لحتى تدبل وتاخد شوية لون معنا. البامية الشامية يا جماعة ما بتنطبخ بسرعة، بدها صبر ودلع وكم كلمة حلوة تنقال بالمطبخ، يعني باختصار أكلة فيها نكهة وريحة وشي نغش. وجبنا اللحمة وحمسناها بشوية سمنة بس تكفي لتفوح الريحة وتشهي القلب. ومن بعد ما تحمست منيح صارت تقول أنا جاهزة، ونزلنا فوقها بالبامية وساووا بعضن دبكة بالنكهة. جبنا بندورتين كبار حمر على الآخر، فرمناهم بالخلاط فرم، وصبينا العصير على الطبخة، ولا ننسى كمان شوية رب البندورة إذا بدك اللون يجنن. وهون بقى السر، الثوم المدقوق ناعم والكزبرة اللي ريحتها بتفتح النفس، وضفناهم سوا على البامية، لأن يا ستي إذا البامية بدون ثوم وكزبرة ما اسمها بامية شامية، اسمها طبخة ناقصة. ما بيكمل الطبق تبعنا بلا رز. قلينا شوية شعيرية صار لونها مثل الذهب المصفى، ضفنا الرز المغسول الناشف وحمصناه شوي ليصير صديق الشعيرية. بعدين كبينا المي المغلية ورشة الملح، غطينا الطنجرة على نار قوية ل3 دقايق. وبعد ما حنشوف المي نشفت من على الرز، حنوطي تحت الرز لحتى يستوي على مهله، مع إضافة معلقة سمنة أو حسب الرغبة، كل واحد بحب شي. وهاي البامية خلصت استوت وتلقلقت وتدلعت. قدميها مع رز مفلفل وعصري عليها ليمونة، وخلي الكل يقول يسلم هالإيدين يا ست الكل، شو هالطبخة اللي بتشرح القلب. وصحتين وعافية، وإذا ضل شي خبيه لأن البامية تاني يوم أطيب. إذا حبيتوا قناتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة. بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.